الحمد لله رب العالمين. أكرمني الله سبحانه وتعالى بزيارة عالم القراءات وصاحب مقاطع قرآنية مباركة الشيخ عبد الرشيد صوفي. حياكم الله شيخ. حياك الله. الله يبارك فيكم والله يحفظكم. شيخنا، أطلبكم النصيحة لنفسي ولطلبة العلم من ورائي بعلاقتهم بالقرآن الكريم حفظا وقراءة. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أوصي نفسي وإخواني بالاهتمام بكتاب الله عز وجل حفظا وإتقانا، تعلما وتعليما وتطبيقا إن شاء الله تعالى. وهي كلمات في الحقيقة يسيرة، ولكن العمل بها إلا من يسر الله له ليس بسهل. لذلك إن شاء الله يعني نكثر التضرع إلى الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة القرآن، وأن يسلك بنا مسلك من قاموا به آناء الليل وأطراف النهار، ويجعلنا ويعني ممن يقيم حروفه وحدوده، وألا نكون من الذين يقيمون حروفه ويضيعون حدوده. وهذا الكلام ليس بعائم، وإنما المقصود أن تكون جوارحك مطبقة بأحكام الله، يعني بصرك نظرك يكون طبق أوامر الله عز وجل، سمعك يكون كذلك، كلامك وحركاتك ومشيك وذهابك وإيابك، كل ذلك يكون على منهج ما أمر الله به في كتابه. والقرآن شفاء لما في الصدور وهو موعظة من رب العالمين. هنيئا لمن وفقه الله وجعل لنفسه وردا من القرآن قوتا لقلبه، كما أن الإنسان لا يستغني عن قوت جسده من طعام وشراب، كذلك قوت القلوب لا غناء عنه حتى يقوى الإنسان في طاعة الله تعالى، حتى يتلذذ بطاعة الله. يعني الإنسان لما يكثر من ذكر الله ويرتقي في الإيمانيات، وخاصة من خلال القرآن، يعني يتلذذ بعبادة الله عز وجل وبالإقبال على الله. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا، انتشر لكم مقطع قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا. فلو يعني تكرمتم أن تقرأوا على ما سمعنا. الله يبارك فيكم. يعني نفس المقطع يعني. نعم إن شئتم. طيب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأله ذلك الفضل العظيم وكرمه وإحسانه، يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين.